السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن الابستراكت فاكتوري، بس احنا المره اللي فاتت قلنا برضه ان احنا نشرح فكره الويك ريفرنس او الريفرنس. تمام. هي كل فكرتها ببساطه ان انا دلوقتي الفاكتوري ده تمام هو اللي عارف انهي نوع اتعمل من الاوبجكت ده. يعني مثلا احنا دلوقتي بنتكلم عن الكارتيزيان مثلا والبولر، مثال بتاع المره اللي فاتت اللي شرحنا عليه الفاكتوري. تمام. فدلوقتي انا عايز اعرف مثلا كام واحده اتعملت من البولار، او ايه الاوبجكتس اللي اتعملت من البولار وايه الاوبجكتس مثلا اللي اتعملت من الكارتيزيان. تمام كده. فانا نظريا مش عارف افرقهم لسبب، لان هم كلهم بيرجع في الاخر ايه بوينت اكس وواي. تمام. انا في النهايه لا هعرف، ما هعرفش افرق بينهم. تمام. الوحيد اللي هعرف افرق بينهم مين؟ هو الفاكتوري نفسه. تمام. فخلينا مثلا نقول ان انا دلوقتي عايز اخزن الانواع بتاعه مثلا الاوبجكتس اللي بتتعمل دي، بحيث مثلا انا اقول والله ده كان اوبجكت من نوع كذا وده كان اوبجكت من نوع كذا. تمام. فخلينا نبدا مثلا نعمل بابليك ليست من الويك ريفرنس. تمام. مثلا نخليه بوينت وسترينج، ويكفي ان هو ايه يبقى نيو، بس شيل جيت دي. تمام. ممكن نعمل سترينج بس كمان. شيل القوس ده وشيل ده. لا هي كده تمام. ممكن مثلا ويك ريفرنس وبعد كده نحط مثلا جنبها سترينج ونعمل ايه ان هو نفس القوس بالمنظر ده كده. تمام. يبقى انا عندي ويك ريفرنس على البوينت وسترينج بس عشان خاطر ايه يحدد التايب بتاع البوينت دي. تمام كده. وعملت نيو زي ما اتكلمنا ان سي شارب 12 مش محتاج ان انا اكتب نوع الاوبجكت تاني. تمام. طيب بعد كده هقول مثلا هنا بدل ما انا هعمل الريتيرن للنيو، لا انا هخلي النيو تتخزن. هقول له مثلا var result equal new point x و y. تمام. وبعد كده هقول هعمل ستور للويك ريفرنس، فاقول والله points ماشي بي كابيتال دوت add new week reference. بس في مشكلة. points is not null here required for non-static field. دي مش static ليه؟ مين قال ان هي static بالظبط؟ ماشي، هي نظريا ممكن static عشان خاطر هي عشان هي جوه الفاكتوري، فعشان كده هي كانت لازم تبقى static عشان خاطر الفاكتوري. بدل ما اعمل اوبجكت من الفاكتوري لا ان انا اشتغل بيها على طول. اوكي، فاحنا ممكن نخليها مثلا public static دي كمان، وجوه هنا نرجع دي static زي ما كانت. تمام. وبعد كده هقول هنا return result. خلاص انا ضفت هنا، مش هكتب بقى هنا الاكس والواي، لا انا هكتب هنا مثلا حاجه ثابته. مثلا هكتب هنا كارتيزيان. تمام. وهي هعملها هنا، بس هكتب مثلا ايه بولر مش كارتيزيان. تمام كده. فانا دلوقتي هشيل البوينت دي وهقول والله var result equal new point، وبعد كده هقول points dot add weak reference للريزلت دي، وهخزن ان هي بولر، وبعد كده هعمل restore للريزلت. تمام. هنا بقى ممكن اجي اقول print points. تمام. هات لي كل البوينتس دي اللي يعني تكتب لي التايب بتاعها وتكتب لي الحاجه بتاعتها. البوينت دي لو اتمسحت او البوينت دي لو حصل لها حاجه بتتخزن، يعني هي ليها ريفرنس متسجل هنا في الويك ريفرنس ده، فاي حاجه هتحصل عليها هي هتسمع. اي نعم ويك ريفرنس هو مش بيسمع يعني اغلب الحاجات اللي بتحصل، ولكن في النهايه هو يعني بيبقى ايه لامم الدنيا يعني بتاعتها. تمام كده. في قوس هنا زياده ولا ايه؟ ماشي تمام. طيب هنيجي هنا بقى في المين بتاعتي. تمام كده. هقول والله ان انا هعمل بوينت فاكتوري كارتيزيان، بوينت فاكتوري كرييت بولر. المفروض بوينت فاكتوري ده جوه البوينت.
ثواني كده عشان بالظبط، صح. القوس الزيادة ده ما كانش هنا، القوس الزيادة ده هنا. تمام. عشان كده بوينت فاكتور دي مينفعش تتشاف غير من جوه البوينت نفسها. تمام. عشان دي الفكرة حاليا بتاعت فكرة الانكابسوليشن، ان احنا عاملين انكابسوليشن للبوينت فاكتوري. تمام. بحيث ايه، انا بقى خلاص كده قلت ادينا اهو. تمام. وهنا بقول هنا كولكت خلاص، يعني لا، امسح كل الحاجات دي، وبعد كده ايه، استنى لحد ما تخلص واعمل لي تاني البرنت بوينت عشان نشوف اللي حصل يعني. تمام كده. دي جاربج كولكشن دي حاجة تاني يعني. تمام كده. يبقى اول حاجه هو عملها لي ان هو والله قال لي بوينت كرييتد، وادي طبع لي النقط، قال لي كارتيزيان وكذا وبولار وكذا، وقال لي بوينت كرييتد بعد كده كارتيزيان كذا وبولار كذا، لان مفيش ولا واحده فيهم اتمسحت. تمام. لان هم لازالوا زي ما هم، بس انا هنا ما خزنتهمش. تمام. فهي دي حاليا كل الفكره يعني بتاعت الموضوع. تمام. عشان بس انا لو عايز اغير او اعمل حاجه زي كده، نفس الفكره بالظبط هي فكره الريف. تمام. ان انا بدل ما بعمل بدل مثلا ما اعمل ويك ريفرنس او حاجه من هنا، بعمل كلاس جديد اسمه ريف. ماشي. يعني باجي هنا مثلا بقول كلاس ريف. تمام. بياخد مثلا تايب تي، وكلاس مثلا ايكوال تي عشان خاطر يبقى جنرال شويه. تمام. وبعمل نفس الطريقه من هنا، بس هنا بدل ما اخليها ريفرنس بخليها ريف على طول. تمام. آه وهنا برجع reference. هو في نوع اسمه تي بالفعل، انا مش فاكر كان اسمه reference ايه بالظبط، بس هو تقريبا كان اسمه reference عادي يعني، بس ممكن هو متخزن تبع حاجة معينة. بس ايا كان يعني مش قصدي الفكرة دي، بس هو عامة هي الطريقة دي تمشي عادي جدا. لان انا دلوقتي خلاص حطيت الفاليو بتاعتي والكلام ده كله، بحيث انا لو عايز اغير يعني مثلا بدل ما اجي هنا اقول برنت بوينت، عايز اجي مثلا هنا واقول والله مثلا اضرب مثلا البوينت دي في 2 كلها. تمام. فهقول مثلا public static void move point مثلا، او multiply point. تمام. ان مثلا البوينت مثلا تتضرب في 2 او حاجه زي كده. ماشي. create cartesian i و i في 2، لا مش قوي. تمام. يخليها ما بتاخدش اي بارامتر. ماشي. وهنا هتلف على ال points dot count. ماشي. وهنا هقول var point equal point of I مثلا. بعد كده مثلا هقول point dot item 1 مثلا. تقريبا احنا عاملين الحاجات اللي فوق برايفت صح؟ عاملينها public، بس عاملينها get بس. ماشي. عامة ممكن يكون في فانكشن مثلا تانية هي بتغير، مثلا احنا عاملين مثلا فانكشن تبقى فوق بتغير فكرة الريفرنس، ان انا بقول والله اضربها في 2، اعمل فيها اي حاجة، بحيث ان هو اول ما انا هقول كده هيسمع فيهم كلهم. يعني حتى لو هي حاجة في المين هنا انا عملتها فوق وجيت هنا قلت غير، هتلاقي السطر اللي فوق او الفاريبل اللي فوق سمع التغيير اللي حصل تحت. تمام. برغم ان انا ما عملتلوش تارجت بعينه يعني، ولكن انا عامل ريفرنس عليه. تمام. هي دي فكرة البوينتر وفكرة الشغل كله يعني عامة. تمام. هي دي بس فكرة الريفرنس، ودي الميزة من الميزات بتاعت الفاكتوري، ان انا قادر ان انا اميز الفاريبلز، اغير مثلا في حاجه معينه، اعرف مين اتعمل بايه وبتاع الكلام ده كله. تمام. النهارده هنتكلم المفروض عن حاجه اسمها الابستراكت فاكتوري. تمام. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على فكره ان يكون اسمه ده، ان يكون الاوبجكت ده معمول له، او الكلاس بتاع الفاكتوري معمول له انكابسوليشن جوه الفاكتوري. تمام. نفسه او جوه الكلاس نفسه. تمام. لكن النهارده احنا هنتكلم بقى عن الابستراكت فاكتوري بشكل عام. تمام. طيب فالابستراكت فاكتوري هو موضوع بسيط جدا، يعني هو ما اختلفش كتير عن الفاكتوري العادي، ولكن هي بس ايه، طريقه من طرق الفاكتوري. تمام. فاحنا مثلا نعمل هنا كلاس، خليه public abstract كلاس مثلا abstract factory. تمام كده.
طيب الابستراكت ده فاكتوري هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه نفس الفانكشن العاديه اللي هو مثلا والله كرييت كارتيزيان وكرييت بولر، تمام، عادي جدا، ما فيهوش اي حاجه زياده، تمام. وبعد كده هقول ان اسمه إيه ده، احنا ممكن حتى كمان نخلي البوينت والابستراكت فاكتوري مع بعض كان هم شايفين بعض، تمام. والكارتيزيان او بمعنى صح البوينت فاكتور ده في حته لوحده علشان خاطر يكون الموضوع متظبط، تمام. ثواني هجيب الكود بتاعه عشان بس ما نطولش في الشرح، هو الموضوع بسيط بس عشان خاطر ما نطولش في الشرح، ثواني. ماشي. ده مثال عن فكرة المشروبات بشكل عام، ان انا عندي نوعين من المشروبات. انا عندي هوت درينك بشكل عام، تمام. والمشروبات دي انا عندي نوعين منها مثلا بشكل مؤقت حاليا، ان انا عندي الشاي والقهوة، تمام كده. طيب فانا اول حاجة بعملها بقول ان انا اي هوت درينك كونسيوم اللي هو ايه يعني اعمل المشروب ده، تمام. وبعد كده بقول ان انا هيبقى عندي الكلاس اللي هو بتاعتي الفانكشن بتاعت كونسيوم، يعني بغض النظر عن اللي هي هتعمله او بتاع الكلام ده كله، انا بس ايه خليت ان هي تعمل ايه رايت لاين ان انا والله ان الشاي ده كويس جدا، انا بحب شاي مثلا، يعني اي كلام مكتوب، تمام. نفس الكلام في الكوفي. وغير كده لو هيبقى عندي مثلا اي حاجه تاني، يعني مثلا عندي هوت شوكليت، عندي ينسون نعناع، ايا كان، هيتعمل برضو كلاس بنفس الطريقه دي اللي هو عشان خاطر يكون مميز، تمام. طيب وبعد كده انا عندي الاي هوت درينك فاكتوري، ده الفاكتوري اللي هو بيعمل اسمه إيه ده المشروب، تمام كده. هو بيبقى عارف المشروب اللي هو عايز يعمله، لا هو في النهايه، تمام. بقول له بريبير، فهو والله بيبعت الاماونت بتاع الحاجه دي مثلا، وملوش دعوه بايه نوع الاوبجكت اللي هيتعمل، تمام. فانا رحت عملت كلاس تاني مسميه تي فاكتوري، وكلاس تاني مسميه كوفي فاكتوري، تمام. علشان خاطر كل واحد فيهم يبقى ايه يشتغل على الاي هوت درينك بنفسه، تمام، عشان نفضل محافظين على مبادئ السوليد، وان الكلاسات ما تكونش معتمده على كلاس، لا تكون معتمده على انترفيس، ويكون مبدأ الانترفيس سيجريجيشن احنا ماشيين بيه، تمام كده. بعد كده انا بقول والله هنا انا عندي الهوت درينك ماشين، تمام، بيبقى فيها مثلا افيلابل درينك حاليا كوفي وتي. وبعد كده بقول والله ان انا هعمل الفاكتوري من الافيلابل درينك اللي هم دول، واي هوت درينك فاكتوري اللي هو ده، تمام كده. ده الفاكتوريز نفسها، ده الكلاس اللي هيبقى شايل الفاكتوريز اللي هم زي الكوفي فاكتوري او التي فاكتوري، تمام. وبعد كده هيبقى عندي الافيلابل درينك والاي هوت درينك، وده اسمه ده سوري السترينج نفسه اللي هو بتاع المشروب نفسه. وبعد كده الاي هوت درينك فاكتوري، تمام، عشان خاطر الاسم بس بتاعه احوله ل للدرينك فاكتوري، تمام كده. في طريقتين ان انا بمجرد سترينج اجيب كلاس، تمام. يعني هنا في اللي بيحصل ايه، هنا خلينا ننزل للمين، تمام. انا بقول والله اي هوت درينك مثلا ميك درينك، تمام. هو هنا ما حددش النوع بتاعه، لكن هنا محدد اهو في السطر اللي معمول له كومنت ده، بيقول له مثلا ان انا عايز تي، تمام كده. طيب المفروض الميك درينك دي هتروح تنفذ السطر اللي هو بتاع تي اللي هو ده، المفروض تطبع السطر ده، تمام. فتعال نشوف البروسيس بتحصل ازاي في الهوت درينك ماشين، تمام كده. انا اول حاجه هنا هو عمل ايه، عمل اوبجكت من هوت درينك ماشين، تمام. تعال نشوف الكونستراكتور كده بيعمل ايه، ادي الكونستراكتور بتاع هوت درينك ماشين، تمام. خلينا في الحته اللي هي معمول لها كومنت. اول حاجه انا بجيب كل الفاليوز اللي في افيلابل درينك، تمام، اللي هم الكوفي والتي، تمام كده. بعد كده بقول var factory، هعمل له كاست ان هو اي هوت درينك، تمام. وبعد كده بقول الاكتيفيتور دي حاجه موجوده في السي شارب، وبعد كده بقول كرييت انستنس، يعني انا بقول له ان احنا هنعمل اوبجكت من النوع بتاع التايب. بعد كده بقول تايب، تمام، دوت جيت تايب، تمام كده. جيت تايب ايه يعني، جيت تايب بتاع مين، وايه الحاجه اللي انت عايز تجيب النوع بتاعها. بقول له والله ان احنا كده كده انا عندي درينك ده، تمام، هو مثلا مكتوب له كوفي او مكتوب له تي، تمام. فانا انا عايز اجيب التايب بتاع الاسم اللي هو تي، تمام كده. طب انا دلوقتي عندي التي فاكتوري اسمه تي فاكتوري، تمام. فانا عايز اجيب بقى كلمه التي فاكتوري، تمام كده. فانا هنا بقول له جيت تايب بتاع ادي اسم النيم سبيس بتاعي ده، تمام كده. بعد كده دوت كريشنال دوت ابستراكت فاكتوري، كل ده تبع النيم سبيس، يعني احنا لسه حتى الان ما رحناش بره النيم سبيس. وبعد كده بقول له ايه، هتجيب لي النيم بتاع الدرينك ده،
تمام. يعني احنا مثلا دلوقتي اول اوبجكت، اول انم عندنا اللي هو الكوفي، فاحنا كده هنجيب كوفي. يبقى انا بقول دوت نت ديزاين باترن ديمو دوت كريشن ابستراكت فاكتوري دوت كوفي. تمام كده. حلو. بعد كده دوت هزود عليه على طول كلمه فاكتوري، فانا كده بقول له ايه؟ كوفي فاكتوري. يعني لزقت الاثنين في بعض، بقول له ان ده كلاس او معنى صح انستنس، يعني حاجه ينفع يتعمل منها اوبجكت من وده المسار بتاعه. تمام كده. بعد كده بقول له الفاكتوريز دوت اد الاسم الدرينك ده اللي هو مثلا كوفي، وادي الفاكتوري بتاعه. يعني هو لو طلب فيما بعد كوفي يبقى ادي ايه؟ الفاكتوري بتاع كوفي. تمام كده. بقى ونفس الكلام هيلف على كل الافيلابل درينك لحد ما يجيب ايه؟ كل الفاكتوريز بتوعه. تمام. طب ليه هو عمل الطريقه دي كومنت؟ علشان خاطر الطريقه دي تخالف مبدا الاوبن كلوزد. تمام. لان انا كل شويه هاجي اضيف مشروب هروح عامل فاصله كذا. انا هنا حاليا فوق كنت بعمل ايه؟ كنت والله بكتب الكلاسات ومقسمهم عن بعض وبتاع والكلام ده كله وماشي بمبدا الاوبن كلوز ده الفل. لكن جيت هنا رحت ضربته. تمام. ففي الطريقه دي هي الاصح، ولكن الطريقه دي ممكن تكون يعني فيها تفاصيل شويه، ولكن خلينا نشرحها بمنتهى البساطه. تمام كده. انا بقول له دلوقتي انت هتجيب كل الحاجات ماشي اللي هي ايه في الاسمبلي بتاعه ايه الهوت درينك ماشين. تمام. يعني بمعنى صح هات لي كل التايب اللي جوه ايه الاسمبلي بتاعت دي. فطبعا احنا هنا عندنا مليون واحده. تمام كده. لان دي فيها مليار تايب الاسمبلي دي. تمام كده. الاسمبلي دي اللي هي يعني لما احنا ممكن هنعمل شويه كده ديباج عشان خاطر نشوف. تمام كده. طيب بعد كده انا بقول له ايه؟ اي واحد فيهم تمام قادر ان هو يكون اي هوت درينك فاكتوري، يعني سواء الانترفيس نفسها او اي حد بيورث منها. تمام. يبقى ده ايه؟ هو اذا سمبلي، يعني هو انا بسال بالنوع ده بقول له لو هو اي واحد ينفع يكون تبع دي يبقى احنا كده ايه؟ ترو. تمام. بعد كده بقول له ايه؟ بس هو مش انترفيس، يعني التايب ده مش من نوع انترفيس. تمام كده. فانا دلوقتي لو جيت هنا ابص بغض النظر عن اي نوع اسمبلي عندي في الدنيا. تمام. انا عندي ادي احنا بنتكلم على الاي هوت درينك فاكتوري. تمام كده. ادي اي هوت درينك فاكتوري. احنا باول حاجه بنقول عايزين اي واحد ينفع يكون اي هوت درينك فاكتوري وفي نفس الوقت هو مش انترفيس. فانا ما عنديش غير التي فاكتوري والكوفي فاكتوري، ما عنديش غير دول بس. تمام كده. طيب بعد كده بقول ايه؟ خلاص انت هتعمل لي بقى، احنا كده جبنا الكلاسين اللي هم بتوعنا الكوفي والتي. تمام كده. فبقول بعد كده والله النيم فاكتوريز اللي هو دي خلاص بقى انا كده خلاص جبت الفاكتوريز بتوعي. تمام. فبقول ادي النيم فاكتوريز. بقول له هتعمل لي اد تابل دوت كرييت. تمام. عشان احنا كده كده عاملينها تابل هنا. تابل دوت كرييت. وبقول التي دوت نيم دوت ريبليس فاكتوري. تمام. ويز ايه؟ سترينج دوت امبتي. يعني انا بقول له حول لي اسم الكلاس اللي هو بتاع تي فاكتوري مثلا. تمام. هتشيل كلمه فاكتوري وتعوض عنها ايه؟ بسترينج امبتي. تمام كده. فانا هيبقى عندي كلمه تي بس الريزلت بتاعي. تمام كده. بعد كده بقول له ايه؟ الاكتيفيتور دوت كرييت انستنس وايه؟ هات لي الكلاس ده. تمام. وخزن لي الكلاس ده على انه هو ايه؟ الاي هوت درينك فاكتوري بتاعي. تمام كده. فكده انا جبت كل الكلاسات اللي هي وارثه من الاي هوت درينك. تمام كده. هي ممكن دي اعقد من الاولى شويه، ولكن دي الطريقه الصح. وبعدين هي هتتعامل مره واحده بس وخلاص ماليش دعوه بيها تاني. تمام كده. وايه؟ انا هنا مش بعتمد تماما على الافيلابل درينك في اي حاجه. تمام. يعني لو شلت الافيلابل درينك هتلاقيها بس هي عشان مكتوبه هنا ومكتوبه هنا، فعشان هتلاقي عشان كده معموله لها اتنين ريفرنس. لكن لو شلت دي وشلت اللي تحتها الكود مش هيتاثر باي حاجه تماما. تمام. ويبقى عندي هي مجرد الفاكتوريز بتاعتي واللوب اللي هي بتلف عليهم كلهم ما لما يجي الفاكتوري ده او الهوت درينك ماشين يتعمل لها كول. تمام كده. طيب بعد كده انا عندي فانكشن في الاي هوت درينك. تمام. بتقول والله احنا اول حاجه هتعرض لك الافيلابل درينكس بتوعك. تمام. هتقول لك والله دول اللي موجودين، مثلا موجود شاي وموجود قهوه. تمام كده. وهتعرضهم لك بنفس الطريقه دي. وبعد كده هتستنى من اليوزر انبوت. تمام. الانبوت ده اول حاجه هو رقم اسمه إيه ده؟ رقم الاوبجكت اللي هو عايز، او رقم الفاكتوري اللي هو عايزه. انا عايز مثلا التي فاكتوري، انا عايز مثلا الكوفي فاكتوري. تمام كده. فانا ادخل اول حاجه الرقم، بقول والله انا عايز مثلا رقم واحد. بعد كده بدخل الاماونت، انا عايز اماونت قد ايه بالظبط من التي مثلا او من الكوفي. وبعد كده بقول له والله هتنده على الاوبجكت التاني وتنفذ فانكشن بريبير. تمام.
طيب function prepare تعال نشوفها. احنا هنا دلوقتي ده الاوبجكت التاني اللي هو الايتم 2. تمام. هتلاقي function prepare اهي مثلا جوه الكوفي او جوه التي ايا كان. كل اللي هي بتعمله ان هي والله بتقول هتعمل 1 2 3 4 وبعد كده ايه ادي البريبير بتاعي. وبعد ما تخلص فانكشن اللي هي بتاعت بريبير تروح عامل المفروض في الفانكشن بتاعت كونسيوم اهي كونسيوم مكتوبه تحت لوحدها. تمام كده. طيب كونسيوم بعد كده هتروح منفذه برضو ايه ايا كان احنا موجودين جوه مين بالظبط فيهم. فانكشن كونسيوم هتكتب ايه this coffee مثلا is delicious لو هي في كوفي نفسه، او في التي مثلا هتكتب this tea is nice او ايا كان اللي احنا كاتبينه بالظبط. تمام كده. بس حاليا هي دي كل الفكره بتاعت الابستراكت فاكتوري. يعني احنا هنا لو جينا عملنا ران هنشوف الكود. عشان احنا عاملين 2 بروجرام. خلينا نشيل الكود اللي فوق عشان ما شلتوش. شيل دي، او مثلا نعمله كومنت عشان يبقى موجود لما حد عايز يسرش عنه او حاجة. مش عارف ساعات بيعلق عندي. هو تقريبا الكود اللي هو بتاع الاسمبلي ده هيطول ان هو هيلف على الاسمبلي بتاعت الدنيا كلها. تمام. يعني احنا لو تقريبا عملنا اسمه ده ديبج هنا هنلاقي ان هو لسه في الفور اتش دي. لا هو عدها. طب ايه؟ هو هنا اهو. تمام. يعني بص هنا الاسمبلي دي get type آه ماشي. خلينا طب يخلص. خلينا مثلا نعمل بتاع دي هنا او هنا. طيب عشان يكون خلص شيل دي. لما هو كده خلص اهو. طب دي ماشي. ادي هنا ادي الميك درينك. احنا اول حاجة المفروض يطبع لي الدرينك بس هو مطبعهاش. ممكن عشان احنا كاتبينها كونسول. شيل كونسول. احنا كده كده عاملين static. نعمل ريلود. في حاجة غلط. هو ما بيكتبش في الكونسول عندي بس يعني بغض النظر دي مشكلة في الكود نفسه. تمام. مهم. هو بيعمل كراش هنا. طيب خلينا نغير النيم سبيس دي نخليها الابستراكت فاكتوري على طول. تمام. ونغير الاسمبلي من تحت. هو كده كده مش محتاجين نغير الاسمبلي من تحت. هو كده ايه اعتقد كل حاجة تمام. مفيش حاجة كانت معتمدة على ده. بس كده تمام. هي كانت مشكلة بس في النيم سبيس. طب اول حاجه انا مثلا اقول له زيرو. انا عايز مثلا التي. تمام. اقول له مثلا حدد الاماونت اقول له مثلا 100. فيقول لي بوت ان تي باك كذا الطريقه اللي هي بتاعت عمله. بعد كده بيقول لك انا بحب التي بالطريقه دي. وكده انت عملت. احنا عملنا الابستراكت فاكتوري بشكل كامل وبشكل صحيح. تمام. احنا ممكن بس نعدل في الكود برضه عشان حد لو عايز يجرب الكود اللي هو اللي فوق ده. نشيل دي. تمام. ممكن حتى نجربه سوا. ماشي. ماشي خلاص. نشوف فك دي. مهم. هوب 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 ثواني. for each عشان هنا تعمل.
عامة يعني هو بس في مشكلة في الكومنت، أنا مش فاهم أو الكود ده نفسه شكله فيه مشكلة. ريموف كومنت كده، مش فاهم ليه الكود ده فيه مشكلة، بس فيه مشكلة بطريقة غريبة. طب ما available drink، available drink هنا not get value تقريبا. هو available drink هو ماشي، يعني هي دي تبقى كابيتال. I hot drink مكتوبة غلط. factory كانت مكتوبة factory صح؟ I hot drink factory. activator a capital. uh, create instance get values. ماشي هنا type get type، وهنا get name، وهنا available drinks. personal drink dot add. هنا مي كابتر برضه عشان كلاس. بس كده ماشي، ونيجي نعمل run. value cannot be null here. drink coffee. abstract factory برضو capital. factory احنا كاتبينها capital برضو. ماشي ثواني. هنا factory برضو F capital. تمام. ال available drinks بس هو اوكي، خلينا هنا نعمل reload. هو هنا بيضيف النيم factories dot add factories. هو المفروض يعمل النيم factory تبقى هي دي. create name factory dot create lt. لا هتبقى الفاكتوري. تمام. factory dot هو هنا عايز type بتاع factory صح كده، لان هو هنا احنا هنا بنخزن التايب type of factory dot name. factory is not null here. عامة أنا هصلح الكود ده، أنا بس عشان الفيديو ما يطولش عليكم، فأنا هصلح الكود ده وأرفعه على جيت هاب إن شاء الله. تمام. هو بس مش فاضل فيه غير إن أنا بس أكتب الحتة بتاعت الفاكتوري دي، إحنا ممكن حتى نعملها دلوقتي. ماشي، إحنا ممكن نعمل ده كاست I who drink factory.
طيب هو I would drink factory عايزين النيم. طب خليها type دوت، أو هنا في function بالفعل اسمها factory دوت get type دوت name دوت replace. تمام. وبعد كده أقول له activator دوت create instance. مش محتاجين كل القصة دي، ممكن نكتب انا factory على طول. تمام كده هيتضاف النيم factories. لو جينا هنا عملنا run تاني الكاونت 2 مظبوط. ماشي نختار الكوفي اما مثلا 100. تمام اهو يغلي شوية مية، احط كريم شوجر this coffee is delicious. والكودين شغالين، يعني سواء الكود ده او الكود ده الاتنين شغالين، والاتنين هيطلعوا نفس الناتج بالظبط. تمام ولكن ده بيكسر، يعني خلينا نكتب كده كومنت فوق break OSB open closed principle by using enum to define available drinks. تمام كده. لكن ده alternatively we can use this use reflection to find all factories. تمام كده عشان خاطر ايه يبقى ده واضح ان ده ما بيكسرش الفكره بتاعت الفاكتوريز اسمها ده الاو سي بي، وده بيكسرها. تمام. اتمنى تكونوا فهمتوا. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.